بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. مقصد القصيدة الدعاء والشكر الجالبة إن شاء الله تعالى للزيد والنظر، وهي مقولة في مسكن خائلها توبى حرسها الله تعالى من كل مكروه ومقوف بجاه من هاجر الخائل إليها لإحياء سنته صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العظيم. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المرسلين. اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. حقدت الأسد والأسود والحية والأقرب والسارق والطارق والعاقد والنافذة والعين والصاهر والإنس والجنة عنا وعن جميع المسلمين بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إن كل نفس لما عليها حافظ. وسورة القدر مع التكرير سلام هي حتى مطلع الفجر. وسورة قريش مع التكرير آمنوا من خوف. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا. وذات الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا رب إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق ادعوني استجب لكم. وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفروني. فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول راجيا منك الرضا والقبول. الحمد لله الكريم ذي المنن على استغالي بفروض وسنن. الحمد لله الكريم ذي المنن على استغالي بفروض وسنن. شكرته لأنه قد ساخني لوطن به نفى معاقني وخادني إليه بالتحلي من بعد ما هزب بالتخلي. وجرني فيه إلى العلوم والفوز بالعمل بالمعلوم. ثم الصلاة بالسلام من تبعا على الذي قصدي أن أتبعا. على الذي من بمرادي اقتدى في السر والجهر يكون مقتدى. هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فصان دينا. وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى شفيع. وآله وصحبه النجوم الخاهر النفوس والرجيم.
هذا وإني اليوم يا واب غيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم منذ جسبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين فقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما لم أجد شرواك فجدت لليوم بغير منني وخدتني إلى اقتفاء سنني من بعد ما كاد امتداء الناس يدخلني في شرك الخناس وكدت للأمداء والإتراء أزهد في التأليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي اشتغال بهدى المعلوم فقلت سا شكر وسا توسل بالمصطفى الشفيع عين الرسل وببنيه وبناته معا ليسعوا في سريعا أجمعا يا بر يا غفور يا حليم إني غمر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نعيم أكول يا مالك يا خالق الأنام أمد هوايا خللا منامي يا خالقي يا كامل الصفات لك اشتكيت كثرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لغيرك الركونا وأن أطيعك بنهج المستوى سنته البيضاء يا من استوى يا غافر الذنوب يا غريب إني عبيد ها هنا غريب لي بساك والإخوان الجميع سعادة الدارين حقا يا سميع هب لي فيها صدع الإجابة بالمستوى والآل والصحابة هب لي خير القسم في المقاسم ولسوي الدين بجاه القاسم وليكشفا ليل الهوى البيما بحرمة المحبوب إبراهيم وليشق خير حلال طيب وخير جيران بحق الطيب وصفني في باطن وظاهر وارحم بي الخلق بحق الطاهر ورقني ترقية قفية ببنته رقية صفية وقي أذايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلام بأم كلثوم إلى الخيامة وليجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي خد بجاه فاطمة صل على أبيهم والآل وسبي ولستجب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اغترار وغرر ونجني ربي وأهل الدار هنا وفي خد من الأكدار ونجني والمسلمين من بلاء والتق جسماني في خبر البلاد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي بجاه من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أختار واجعل حجابا بيننا وبينها
كل أذى ولتكف عنا العين. يا الله يا نظير يا جليل إني حقير معدم ذليل فلتغنني بك وهب لي الأرب بمن على جملة عجم وعرب. سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نيل الصلاح وصليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي ولياب خير منن وأملي. يا من علا عن المكان والعرض إني ساكن هنا وفي مرض فكن أنيسي واشفني من السقم حتى أكون سالكا خير اللقم. يا عدل يا مذل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمنا يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال. يا من علا عن زوجة وعن ولد حطني وحد جميع أهل ذا البلد واجعل إلهي مسكني طوبى أبد مثل اسمها بجاه خير من عبد. وصليا عليه أفضل الصلاة وآله وصحبه سوي الصلاة وكل من خدمني أو زارا فنجه واغفر له أوزارا وكل من أحبني أو مالا إلي فارزقه هدى أو مالا وكل من شتمني أو لاما فابلغوا التوبة واستسلاما فكل من أذى بيا فليخلب قلبه يا ربي. ولتكفني أذى جميع العالمين ولتكفهم أذايا يا رب أمين. واجعل بنائي بناء عافية يجرني إلى خيور صافية واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم واجعل بنائي بناء الاهتداء ولتكف عني كيد كل ذي اعتداء ولتكفني دهر أذى الشيطان وأيس به الباقين في الأوطان ولتكف عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرفه صريعا إذ يرد ولتصرفا جملة ما يفسد عن يدي وعن دار سريعا حيث عن ولتدخل المصلح في يدي وفي داري وثبتنه بالهادي الوفي وأعلني وأعل من يعينني ولتكفني جملة ما يهينني ومسكني سلم من الفجار وامن على الأهل بما إنجاري واجعله ربي مننا معجلا جالبة لمنن مؤجلا. يا حي يا خيوم كن لي مجيب أنت المجيب والكريم والخريب إليك وحدك فررت من سواك فكن بساك خائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونظير ولجميع المسلمين يا بصير وكثرا خيرات هذا البلد ورزقه ولتكفه عن نكد ولتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دابا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر خيره وكل فتن والتقنا شر النظارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جهود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيضان وشر ما في الأرض طرا والسماء من ظاهر وباطن اكتتما. أيا لطيف يا كريم يا جليل
عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا كل نجاة وفلاح ووفقنا لثواب وصلاة ولتغرنا بفعل ما أحببت ولتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يطيق يا صمد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتا الدارين والنجاح بجاه اليوم وجاه من ولد فيه فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباه عليه صل أبدا خير الصلاة بها نرافق الخيار والثقات وهب لنا أخذ الذي آتانا وترك ما عن فعله نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة وسكنات ونجنا بجاه من دعوى ولتكفي عنا كذبا ولهوا ولتكفنا الهوى وما لا يعني وبك دابا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاص مهولة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تؤاخذنا بسوء الأدب وبالتجرع وكثر اللعب فإننا وإن تجرنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تؤاخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالغفول وكن معيذنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واجتب قلوبنا مع الجواري للبر والتقوى بجاه الناس وصليا أزكى صلاة دافعا عنا وباء من جراد مانعا عليه والآل بأفضل السلام وصحبه ومسكنه هدى سلام وزك نفسي وسني علما يكسف في الدارين عني هما وطهرا قلبي وسني حيا واهني في طاعة يا ربي واجعل يميني كساد في سقاء ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى الرفيق بيسلكن اليوم أنفع الطريق بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب وشهر رجب جلي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق وليب سعادة الدارين بحق عثمان حق النورين ثم بحرمة إمامنا علي هب لي في الدارين سيتا يعتلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نظمنا بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من إلى صعب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا رب وما
يسوره من ملك فوق السماء وجاه كل ذي هدى من ظالم أو مرشد أو عابد أو ناصح وجاه كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب ولتكفني جملة ما أعوذ منك سريعا بك يا معيذ فلتجمعا بيني هنا وبين ما يسوقني إليك حيث علما وكل ما عنك يوق يا بديع فلتفرقا بيني وبينه سريع أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك عازما على أن أحسنا أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك ها هنا ثم غدا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أناسع يا ربي أنت ذو المهال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تولي محبك هداك وأنت حسبي فلا أبقي سواك فهم حماية ليكن حزنا حزين عن كل سيناب وسفر كل حين ولتكفني يا ذا البقاء والخدم أذى الذي مشى إلي بالخدم وشر من يركب ساسلاي وشر ما يطير جناحي وشر من يجلس بالكلام وشر سيدجع وسي خيام وشر من ينفس في العقود وشر ساحر وسي جهود بك عقدت يا إلهي الأسدا وحية وعقربا وأسودا وعاقدا ونافذا وصارخا وعائنا وصاهرا وطارقا والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد أسلموا فيما علن بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا ونجني من شر ساكن البلد وشر كل والد وما ولد ولتكفني شر فم وعيني وكل من قصدني بالهين ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل وعالم وكل سامت وكل ناطق وكل مارخ وكل طارق وكل أرذل وكل فاضل وكل قاهر وكل صائل وكل طائر وكل ماشي وكل خامل وكل فاشي وكل حاسد وكل شاني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع شيطان مريد وشر ذي القرب وشر الناء والحر والبرد وشر الماء وسودني وأيني أبد وطهر القلب وصحح الجسد وهب لي الخيام في الليالي والصوم في النهار بالأكمال وخليني من الرسائل وكن مجملي بالفضائل وسكل بي وافتحا ربي ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا
وليهب حزاخة ونورا وفي الصراط يسر المرورا وهب لي الذكر بشكر كل حين وعدني من جملة المقربين ولا تذل يا مالك الدليل واسبا لي وكن خليلي وعلمني من لدنك علما حتى أسير راسخا خضما وكن معيني على الشيطان والنفس والخلق مدى الأزمان ولي في الدارين كن معاذا وفيهما لي لا تظل ملاذا وصفيني خالبا وخلبا وليهب ترقية وهبا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي الخبر وفي الحشر قدا ولا تسل لي يا حفيظ آميا وافسا وعاجبا وراضيا وجاسبا ومرشدا معلما وخائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومتحفا بكل ما ينفعني وبالطفا وبسلك مسالك الخلاص ولتكفني عن جملة المعاصي وبسلك ربي طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأولني سعادة لست أرى شقاوة من بعدها أو ضررا ولتثبتا حبك في فؤادي وحب خير الخلق في تمادي وحب آله وصحبه جميعا سنة حب كل مسلم مطيع يا ربنا يا صلاة يا جبي توسلي بالمصطفى المنتخب ثم عليه صليا خير صلاة تقود لي إلى ملاقاة الهدى ولتخرني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأخرني بطاعة ولتكفني عن المعاصي وجميع الفتن ولتخرج الأخيار من فؤادي ولتدخل الأنوار فيه هادي وكن معيني على ما يصلح ولتكفني جملة ما يخبه ولترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وهب لي اليقين والعرفان والسوق والغفران والرضوان والاستقامة على العبادة والكشف والعيان والسعادة وأصلحا أمة خير مرسل وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم والطف بهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونظيفا في تماد واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في سنن والفرض والمندوب سرا وعلا واجعل مماتي راحة لي من نظب ومن جوى ومن غرام ووضب وعمل اجعل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكن اجعل مسكنا مباركا وصيرا لي سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار التقى والعلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة عن هاتك مريد ومنفعا لكل هاد مسلم ومنفعا عن كل عاد مجرم وحجة لمن بضعف ارتدى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لطاعة الرحيم
ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل اتباع ومتركا لسبل ابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا للدفع كل ضير وسببا لفد خير الغيب وسببا للدفع ضير العيب وأرضه اجعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأقدار بالمصطفى ادفع كل سوء عن داري واغفر لمن بنوا بناءها الرفيع واغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من أعانوا على بنائها الذي بفضلك اعتلى واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لها لخير ركنا ولتجعلنها ساعة الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقها اجعل أريب الحلال في العسر واليسر على التوالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة الصيت بقلب يخشع وليهب فيه دعاء يسمع مع الخناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين وأسبلا كنف سترك أبد علي مع جملة أهلي يا صمد واضرب سرادقات حفظك على دار وما فيها جميعا مسجلا ولتدخل الجميع في مكنون غيبك واحجمنا عن الفتون وعن سرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان ودار إخلاص وصدق وورع ودار سنة ومنجا من بدع واجعله دابا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التسويب والتفهيم واجعله مسكن خروج من ظلم للنور واكف عنه كل من ظلم واجعله دابا مسكن اتباع لسنة الله مسكن ابتداع واجعله يا ربي أحب مسكني في أرضنا لك وللماحسني والتهم ضاريا عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها عنها وطيب شربها وأكلها واجعل حريمنا حريمنا آمنا وكن بنفسك كفيلا ضامنا واجلب لها الخير من الجهات الست واكفها عن الآفات أثني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكلما أعول يا الله يا حفيظ يا سلام لي يا فايخ الخلق معا بالخهر نفسي وديني ثم لي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما نترف الرضايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء زمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حسنا ودابا يا زمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وصليا وسلما سرمدا على محمد وسيلة لك وليهب حسن الختام عندك
ولتصرف الصلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة ولتصرف الصلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وأعذني من كل ما استعذت بك منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ربي أوزعني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب نجني من القوم الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أغويته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونحوذ بها حسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.